ننتقل إلى صفة أخرى من صفات الحروف العربية سماها العلماء صفة الانحراف. صفة الانحراف. الانحراف يعني انحراف الصوت عند نطق حرف من الحروف. هذه الصفة ذكرها علماؤنا رحمهم الله لحرفين من حروف اللغة العربية. الحرف الأول حرف اللام، والحرف الثاني حرف الراء. لما يقول الواحد منا مر معنا في مخارج الحروف أن اللسان من أدنى الحافة إلى منتهاها من الطرفين، هذه المنطقة من اللسان. لما يقول الواحد منا فإن هذه المنطقة تقرع وتصطدم بما يوازيها من غار الحنك، من سقف الحلق. الصوت خارج من القصبة الهوائية بين الوترين الصوتيين، فيخرج ويريد أن يتابع طريقه إلى خارج الفم، وإذا به يفاجأ الصوت بأن الطريق أمامه مسدود، لأن طرف اللسان قد سد عليه طريق الخروج. فماذا يفعل الصوت؟ ينحرف بعضه عن يمين اللسان وينحرف بعضه عن يسار اللسان، ثم من الطرفين يتابع طريقه خارجا، فيصبح الصوت يكون خارجا هكذا ثم ينحرف هكذا يمين ويسار ويتابع طريقه إلى خارج الفم. هذا العمل سماه علماؤنا انحراف اللام، انحراف صوت اللام. نستطيع أن نرى ذلك على اللوحة التالية التي تبين لنا حقيقة هذا الأمر. نرى على اللوحة قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 25: والانحراف صحح في اللام والراء. صحح يعني ذكره العلماء وذكروا بأنه يكون في هذين الحرفين. أيضا نلاحظ على اللوحة الألف في قول الناظم صحح للإطلاق وليست للتثنية، كما قلنا في ألف وانفتح نقول في ألف صحح. الانحراف صحح، صحح فعل ماض مبني للمجهول وأشبعت فتحته فتولد منها ألف في اللام والراء. في هذين الحرفين هناك انحراف. ما هو الانحراف؟ نرى على اللوحة الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، وحرفاه اللام والراء. حرفاه اللام والراء. هذا هو تعريف الانحراف. سأعود إليه بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، وعن طريق اللوحات التعليمية أيضا نبين ونوضح حقيقة انحراف اللام والراء، فتكونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. عن صفة الانحراف في الحروف العربية، كنا قد تكلمنا قبل الفاصل بأن هذه الصفة أثبتها علماء اللغة العربية لحرفين من حروف اللغة، وهما حرفا اللام والراء. فبينا تعريف الانحراف، ونعود أيضا إلى اللوحة التي كنا قد عرضناها قبل الفاصل والتي فيها تعريف الانحراف. نرى أمامنا على اللوحة أن الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريان. نقف عند عبارة ميل صوت الحرف. إذا ليس ميل اللسان، يعني بعض إخواننا يعوج لسانه فتسأله لماذا تفعل هذا يا أخي؟ يقول من أجل الانحراف. يا أخي الانحراف ليس للسان، اللسان ليس فيه اعوجاج. الله عز وجل خلق اللسان في الفم ينطق بطريقة سهلة، لا لولي، ليس فيها عوج وليس فيها التواء. فالميل والانحراف هو للصوت وليس للسان. ما سبب هذا الميل للصوت؟ نتابع في التعريف: لعدم كمال جريانه. جريانه الضمير راجع لمين؟ للصوت. ما سبب عدم كمال الجريان؟ بسبب اعتراض اللسان طريقه، كما أسلفت وشرحت قبل الفاصل. وحرفاه أي حرفا الانحراف هما اللام والراء. اللوحة التي بعد هذه اللوحة تبين لنا وتشرح آلية وحقيقة الانحراف في حرف اللام. لاحظوا بارك الله فيكم اللوحة التي في وسط الصورة، التي في وسط اللوحة التي فيها اللسان، وهناك أسهم بيضاء تأتي من الداخل، يعني من الوترين الصوتيين، وتمشي باتجاه متوازن. فلما تصل إلى طرف اللسان
وهي المنطقة التي لونت بلون أخضر فاتح. هذه اللوحة تقرع ما يحاذيها من غار الحنك. فالهواء الصوت الخارج لما يجد الطريق أمامه في الوسط مسدودا، فإنه كما نرى ينحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان. هذه الصورة التي في الوسط عبارة عن صورة من الأعلى، صورة للسان من الأعلى. أما الصورة التي عن اليمين فهي تمثل منظرا أماميا لناظر ينظر إلى فم آخر وهو ينطق حرف اللام، فنرى كيف أن السهمين الأبيضين عن يمين اللسان وعن شماله يبينان كيف أن الصوت ينحرف يمنة ويسرة. كذلك الصورة التي على اليسار تبين الأسهم البيضاء بأن الصوت خارج من الوترين الصوتيين فيمشي هكذا إلى أن يصل إلى طرف اللسان فيجده قد سد عليه الطريق بسبب أنه يقرع ما يحاذيه من غار الحنك. فكما نرى بأن الأسهم البيضاء التي في الصورة التي على اليسار عند منطقة اللسان بعضها يذهب ذات اليمين وبعضها يذهب ذات الشمال حتى يتابع الصوت طريقه إلى الخارج. لا لو لي. طبعا الصفات الحروف كلها هي في الساكن والمتحرك، لكن دائما الساكن تكون الصفة فيه أوضح من المتحرك. هذه قاعدة خذوها بارك الله فيكم. كل صفات الحروف في الساكن والمتحرك إلا أنها هي أوضح في الساكن من المتحرك، إلا صفة القلقلة فقد اختصت بسكون حروف قطب جد كما نبه على ذلك علماؤنا. نرى السطر الأخير المكتوب في اللوحة: يكون انحراف صوت اللام إلى جانبي طرف اللسان لاعتراض الطرف طريق اللام. هذا ما يتعلق بانحراف حرف اللام. أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا وسهلا. ننتقل إلى اللوحة التي تليها والتي تبين انحراف الراء. الراء بارك الله فيكم نعم هي تخرج من طرف اللسان، ولكن اللسان عند نطقها يتقعر، والذي يصطدم بغار الحنك هو ما لون باللون الأخضر الفاتح كما ترون. جربوا هكذا فتجدون بأن اللسان عندما ينطق اللسان الراء يتقعر اللسان هكذا، والذي يصطدم هو طرفه من الأمام إلا فجوة من الوسط تبقى هذه الفجوة مفتوحة ويمر منها صويت ضئيل. صويت. أما يمين ويسار الطرف فإنهما يقرعان مخرج اللام. نعود إلى اللوحة التي تبين لنا حقيقة هذا الأمر في الصورة الوسطى. جربوا هكذا فتجدون بأن الصوت يخرج من الوترين الصوتي من الحنجرة ويتابع بشكل متوازي، فإذا وصل إلى منطقة طرف اللسان وجد بأن يمين ويسار الطرف قد اصطدم بغار الحنك وقرعه من أجل أن يخرج حرف الراء إلا فتحة في الوسط كما نرى. فعندئذ يضطر الصوت أن يعني يقترب من بعضه وينحرف إلى الداخل وليس إلى الخارج. لاحظوا بأن انحراف الراء إلى الداخل بخلاف انحراف اللام، فإن انحرافها كان لفين؟ إلى الخارج. هل رأيتم هذه الفتحة يا إخوتي التي في الوسط؟ هذه هامة جدا من أجل نطق صحيح لحرف الراء، وسنعود للكلام عنها عند كلامنا على التكرير. انظروا إلى الصورة التي على اليمين والتي هي لناظر ينظر من الأمام إلى فم إنسان ينطق حرف الراء. لاحظوا بأن صوت الراء هو عبارة عن سهم أبيض في وسط الصورة. أيضا الصورة التي على يسار اللوحة تبين لنا حقيقة هذا الأمر، وكيف أن الأسهم البيضاء تبين أن الصوت قد نشأ في الوترين الصوتيين وصعد هكذا، فلما وصل إلى منطقة طرف اللسان مر من خلال فجوة ضئيلة من خلالها انحصر صوت الراء في الفم.
وصار يمر بمجرى ضيق. نعم. نرى السطر الأخير المكتوب في اللوحة: أما الراء فبالعكس. ما معنى بالعكس؟ يعني بعكس اللام. اللام انحرافها كان للخارج، الراء انحرافها للداخل. أما الراء فبالعكس ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا. من أجل زيادة الإيضاح والمبالغة في التوضيح ننتقل إلى اللوحة الأخيرة في هذا المبحث، والتي تبين لنا مقارنة بين انحراف اللام وانحراف الراء. دائما المقارنة توضح حقائق الأشياء. لاحظوا بارك الله فيكم صورة اللسان التي على يمين اللوحة هي انحراف للام، وكيف أن انحرافها إلى الخارج. كذلك شكل الفم الذي عن يمين اللوحة يبين كيف أن الصوت ينحرف ذات اليمين وذات الشمال في حرف الراء، بينما اللسان الذي عن يسار اللوحة يبين لنا كيف أن انحراف الراء إلى الداخل فينحرف الصوت إلى داخل اللسان ويتابع طريقه إلى الخارج. أيضا الصورة التي على اليسار تبين حقيقة انحراف الراء وأنه إلى الداخل ومن وسط اللسان. هذا هو الفرق بين انحراف اللام وانحراف الراء. هذه اللوحة التي أمامكم تبين لنا حقيقة ما قاله علماء التجويد من أن اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل. لاحظوا أن الانحراف في اللام يمين ويسار، إذن انحراف كثير، بينما الراء انحرافها إلى الداخل، إذن انحراف قليل. أرجو أن يكون هذا الأمر قد صار واضحا.